السلام عليكم، كي دايرين الاخوان؟ لاباس عليكم كلشي وهداك. اليوم جيناكم فيديو جديد على ملعب طنجة. وقبل ذلك بغيت نقول لكم بان الظروف اللي خلاتني انني غبرت 3 شهور على الفيديوهات وعلى صناعة المحتوى هو لظروف دراسية محضة. وان شاء الله نتمنى اننا نكملوا في هذا المسار ديالنا، صناعة المحتوى الهادف واللي كيبين فقط مشاريع المغرب وتنمية المغرب في التطور وتبني المغرب للسياسات تنموية جميلة جدا، تحي بأن هذا البلد له مستقبل وعنده أولاد اللي قادرين يهزوه، سواعد مغربية، مهندسين، أطر، وأي واحد كيساهم في هاد الإنجازات التاريخية لبلادنا. قدر كاينين شي بعض النقاد اللي غيقول لك الملاعب ما كتسوى حتى شي حاجة، ما غتزيدنا ما غتنقصنا، ولكن الملاعب اللي تبناو، الملاعب كيتبناو معاهم حتى بنية تحتية جديدة. لأن مثلا غير نعطيكم مثال الفيفا في كأس العالم، راه كتبغي واحد الملف يكون موجود مقاد، ملف ما فيش غير ملاعب، فيه المواصلات، فيه المستشفيات، فيه بزاف ديال الحوايج، فيه حتى الرشوة إخواني فيها. الملف تيكون فيه الرشوة. كيفاش الرشوة؟ هاد القضية ديال الرشوة هو انك خاص البلاد تنقص منها واحد الرشوه بزاف، خاصها تكون بلاد نقيه، فريمون نقيه، باش انها دوز هذاك المونديال بخير وعلى خير. راه الملف، بنادم اللي ما عرفش هو ان الملف ما فيش غير التيرانات، ما فيش غير التيرانات، فيه الطرقات، فيه المستشفيات، فيه المواصلات، فيه الطرق الذكيه الحديثه بحال مواصلات بالتطبيقات. وهذا الشيء اللي غيخلينا اننا نطوروا ونزيدوا ببلادنا قدام ان شاء الله. ندوز للفيديو. الصراحه الاخوان، ملعب طنجة كنظن انه غادي يفاجئ المغاربه اللي كانوا مسلطين الاعين ديالهم غير على ملعب مولاي عبد الله بالرباط. ملعب ابن بطوطه غادي يصدمنا ديال بصح، لان فيه بزاف ديال المفاجات، منها التسقيف اللي غتعطي واحد الرونق والجمال لهذا الملعب، واللي غادي يطلعوا من الليفل اللي كانوا كيشوفوا فيه المغاربه هاد التيران لواحد الليفل عالمي اللي غيوليو المغاربه كاملين كيفتخروا به. ما كنزيدش فيه، هذا الملعب يوحي بقصه واعده على التنمر اللي تعرض ليه هاد التيران، سيرتو فاش شافوا الناس المدرج الاخير وكيفاش تبنى هذاك المدرج الاخير، والتشوهات اللي كانوا المغاربه كيقولوا عليها تشوهات، ما غتبقاش تبان امام عظمه هذا الملعب في التسقيف وفي الفينيسيون. هادشي اللي كاين، ونوريكم الاخوان. شوفوا الاخوان، شوفوا، لاحظوا معايا الاخوان. ما يمكنش بدايه تسقيف، بدايه تسقيف. يلا حنايا شحال باقي جوج عموده، بدايه تسقيف. نعم اخواني، نعم، بدايه تسقيف. وشنو كيعني بدايه تسقيف؟ كتعني اننا وصلنا في الحلقه الاخيره باش اننا نفتتحوا هذا الملعب ويكون واجد ان شاء الله للمحافل الدوليه والعالميه. لما لا؟ شوفوا الاخوان، السلعه فين محطوطه. هذا الشيء كيدل على اننا ما غادي نفوتوش واحد 15 يوم في هذه عمليه التسقيف، واخا العمليه فهي معقده. كما قلت لكم باقي جوج اعمده ونساليو الحلقه الدائريه الثانيه، ونساليو ونبداو السقف كامل من كاع الجوانب. انا كنظن 15 يوم 20 يوم ماكسيموم غادي نكونوا سالينا قصة تسقيف وبداية الحلم، بداية افتتاح ملعب ابن بطوطة الدولي المغربي بسواعد مغربية. وش اللي بيها فمك؟ وهي الكرغولي. وهاد التقنية اللي كتشوفوا معايا الإخوان فهي تقنية ملعب الهجين والعشب الهجين، بحيث أننا كنزرعوا في الأول العشب الطبيعي اللي تقاد باش نشيرو للكراغلة والجيران مساكن اللي كتفرجوا في هذا الفيديو بأن العشب تقاد في طنجة، في نواحي طنجة.
كما كنقول لك، نواحي طنجة فين تقاد العشب بالكامل، وتقدر تقلب على لي سورس راه كاينين موجودين، والفيديوهات الا بغيتي تشوف البلاصة فين تزرع فيها. المهم هاد التقنية ديال الملعب الهجين كنجيبو واحد العشب اللي هو اصطناعي، فكنزرعوه في هذاك العشب الطبيعي باش انه كيعطينا واحد ديورابيليتي كبيره بزاف، والملعب كيبقى بواحد الجوده مزيانه في الملعب، والعشب ما كينضاطرش بحال العشب العادي. وندوزو لواحد النقطة أخرى التي أثارت الرأي العام المغربي، وهو بأن التغليف الجانبي فهو شفاف وكيبين الهيكل، كما كيسميو بعض الناس الهيكل العظمي ديال الملعب. ولكن هنا المصممين داركوا الموقف، وغادي زيد واحد التغليف اللي غيكون وراه هذاك التغليف الشفاف، واللي ما غيخليناش اننا نشوفوا الهيكل المعدني ديال الملعب. وحتى هذيك الاضاءه اللي غدار في التيران غادي تكون بواحد اللون زوين، وغتعطينا واحد المنظر جميل جدا ان شاء الله. راه داكشي علاش كنقول بان هذا الملعب غادي يفاجئ بزاف ديال المغاربه على عكس ما يتوقعه الناس. وندوزو المحيط الخارجي اللي كيبان تبارك الله ما شاء الله، كيحترم الموكاب اللي خرج عليها التيران. وهادشي اللي كاين. سالا الفيديو هنايا، شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم. ما تنسوش الاشتراك بالقناه، اللايك وكومنتير اللي يقدر يحفزنا اننا نكملو.